النهاردة بنقدم لكم صينية الفراخ بالبطاطس بالفلفل الأحمر والأخضر والبصل. احنا هنا فرمنا كل الفلفل الأحمر وفرمنا البصل وفرمنا الثوم والفلفل الأخضر ومعلقة بقدونس خضراء زائد كل البهارات اللي كانت عندنا، ملح، فلفل، نص معلقة جوز الطيب، ربع معلقة جوز الطيب ونص معلقة 7 بهارات وسنة كمون وبشر ليمونة وعصير ليمونة وشوية زيت ومعلقة زبدة. اهي معلقة زبدة. هنخلط كل المكونات دي مع بعضها وهنتبل بيها الفراخ ونحط معاها البطاطس ونحطها على النار ونشوف بعد كده. تمام. حطينا الفراخ في الصينية وقلبناها على الخلطة بتاعتها بالشكل ده، كلها بقت متجانسة مع بعضها. ودخلنا طبعا الحشو في كل الفراغات لان انا مقطعة الفرخة 8 قطع، فمن السهل جدا ان الفراخ يدخل فيها الحشوة بسهولة جدا، وبتدي طعم حلو قوي لما بتستوي، بتبقى جميلة كده وبتبقى ناشفة بعيدا عن الطماطم خالص. الوصفة دي مفيهاش طماطم خالص خالص. تمام. هنحط عليها دلوقتي البطاطس اللي احنا مقطعينها طرنشات، هنحطها عليها وهنقلبها. هنخلي برضو البطاطس تاخد من طعم الخلطة مع الفراخ، لما بتستوي هتبقى طعمها جميل جدا. هظبط الحاجة واوريها لكم وهي على البوتاجاز ان شاء الله. دي شكلها النهائي قبل ما نحطها على البوتاجاز، بعد ما حطينا البطاطس تحت وحطينا الفراخ فوق وشربنا الخلطة كلها للفراخ والبطاطس. هنسويها واوريها لكم بعد التسوية ان شاء الله. دلوقتي هنحطها على البوتاجاز، بتاخد حوالي ساعة على البوتاجاز، وبعدين بحطها في الفرن والشاي احمر. هوريها لكم ان شاء الله في الاخر بعد ما تخلص. كده الفراخ كشفنا عليها بعد نص ساعة، طبعا لقيناها محتاجة شوية مية، حطينا لها شوية مية. هي كده بقى بتغلي، المية دي هتستوي بيها ان شاء الله، وبعد كده نحطها في الفرن والشاي احمر، تبقى طعمها حلو اوي ان شاء الله. بعد ساعة فتحنا عليها هي خلاص كده استوت خالص ما شاء الله، كلها بقت جميلة. هي هنحطها في الفرن تاخد وش واطلعها لكم على التسوية ان شاء الله. هطلعها لكم يعني تشوفوها بعد ما اتحمرت وعلى الاكل على طول. وده الشكل النهائي بعد ما طلعت من الفرن، صينية الفراخ بالبطاطس بالفلفل الاحمر. وادي الشكل النهائي بعد ما خلصنا كل حاجة، الفراخ بالبطاطس والفلفل الاحمر ورز بسمتي ابيض خفيف جدا وسلطة بالليمون وزيت الزيتون. وادي غدانا النهاردة. كل سنة وانتوا طيبين. ان شاء الله انتظرونا في وصفة جديدة من وصفات مطبخ سوسو. باي باي.